مع الماضي، ثم في أولوياتها الإعلان على العفو التشريعي العام. كذلك كلفت بعض الشخصيات الوطنية اللي باش تترأس اللجان الثلاث اللي أعلنا عليها، سواء كان بالإصلاح السياسي أو بتقصي التجاوزات في الفترة الأخيرة أو بتقصي الرشوة والفساد، وتتبع كل من أثر أو كل من استعمل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهياكلها باش يستغنى الاستغناء الفاحش، وهذا لا يقبله الشعب. والشخصيات هذه اللي باش ترأس اللجان الثلاث معروفة بالنزاهة وبالكفاءة وبالاستقلالية وبالإخلاص للوطن. هذه كلها ضمانات حتى تكون أعمال اللجان في مستوى تطلعاتكم، وأنا حريص أنها تنطلق في أشغالها في أسرع وقت ممكن، باش نحرص كذلك على تطبيق فصل الدولة على التجمع الدستوري الديمقراطي. وفي الإطار هذا، في هذا الإطار وبصفتي رئيس جمهورية مؤقت، أعلنت بعد استقالتي من التجمع، وباش نهتم بصفة خاصة بالعدالة حتى تكون اليوم مستقلة شفافة، لأنها ركيزة الإصلاح في المرحلة القادمة. أما الإعلام فيجب أن يكون الإعلام اللي يلزمه يتحرر من كل القيود، كل القيود، حتى يقوم بدوره، دوره الحساس. والمطلوب منه احترام الأخلاقية المهنة قبل كل شيء. بالنسبة للوضع الأمني، الوضع الأمني في البلاد، أكيد أنكم لاحظتم التحسن اللي تحقق، ونحب نزيد نطمنكم ونقول لكم أن كشفنا المسؤولين على بث الفوضى في البلاد والرعب في قلوب المواطنين، وتم توقيف العصابات المنتشرة، وراه الوضع ماشي للاستقرار، والدولة حريصة على هذا وقائمة بواجبها بالتعاون الكلي معكم. وستعلمون بعد التحقيق، نعلمكم بكل التطورات وكل ما وصلنا إليه. واليوم احنا الكل وكل واحد من موقعه. ما ينتظرنا كان الانطلاق في العمل الإصلاحي اللي يفيد البلاد ويضمن مستقبل أبنائنا وبناتنا. انتم تعرفوني وتعرفوا صدقي وإخلاصي للبلاد هذه، وأنا نتعهد لديكم أني سأبذل قصارى جهدي وكل صلوحياتي حتى تتجاوز بلادنا بسلام المرحلة الصعبة هذه، وحتى يتحقق كل الآمال المشروعة اللي ولدتها الانتفاضة الشريفة، وحتى تتحقق
تحقق الثورة هذه، ثورة الحرية والكرامة، ونتعهد بحماية إرادة الشعب، إرادة حماية الشعب من كل تراجع وكل توظيف. والله على ما أقول شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.